ضيف الحلقه النهارده حد ظاهر قوي على السوشيال ميديا وحد بيدي محتوى تعليمي هادف، معاه ماجستير اداره اعمال وفي نفس الوقت رئيس القسم الاكاديمي البازكس دبي، وعنده اكاديميه اي منتور. دكتور محمد سمير. دكتور محمد ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. صحتك عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. في نعم. حضرتك عامل ايه؟ نورتني. الله يخليك، منور باصحابه. ايه الاخبار؟ يا رب ربنا الحمد لله. يكرمك. بص، احنا عايزين نعرف دكتور محمد بس باستفاضه كده، انت بدات ازاي؟ عملت ايه اللي دخلك المجال ده؟ بدأت من آخر 2010. كانت بدأت تظهر الإعلانات بقى على المواقع فيما يخص التداول. اوكي. طبعا في 2010 ما كانش فيه بقى الهوس بتاع السوشيال ميديا دلوقتي. يعني كان اليوتيوب لسه بادئ، الفيس كان لسه في أوله، ما كانش فيه انستجرام ولا كان فيه تيك توك. كان متاح بس أياميها البروكرز كانوا بيعرضوا اوفرز عن التداول مقابل ان هو بيدي دورة. فأنا أياميها كنت انترستد جدا في موضوع دورات التعلم بتاعة التداول. الدورات اياميها كانت واخده شكل ما بقاش موجود دلوقتي. كان الشكل اياميها ان انت تعمل طبعا ريجستريشن بالايميل، يبعت لك الدوره عباره عن PDF على الايميل، وبعدين يكلمك حد بعد اسبوع من الشركه يقول لك خلصت الدوره، اقول له تمام. عندك استفسار؟ اقول له في نقطه كذا او كذا، يشرحهم لي كده بسرعه، وبعدين يقول لي ايه، انت كده جاهز للتداول. يعني هو كان اياميها التعلم بالشكل ده. طبعا بقى ولا كان في فيديوز ولا كان في ويبينارز اياميها ولا سيمينارز ولا الكلام ده. فبدات من 2010، وطبعا كان شكل التعامل اياميها اسهل من دلوقتي شويه. يعني اياميها كان الشكل ما كانش ابلكيشنز اياميها، كان الشكل مجرد ويب سايت. انا على اللابتوب مثلا اسجل مع البروكر ويدخلني على المنصه خاصه بيه. اياميها كانت ميتا تريدر ما كانتش مسمعه قوي، يعني ميتا تريدر ما كانتش موجوده. كان كل البروكرز تقريبا لما تسجل معاه هو بيوفر لك انترنال بلاتفورم، تخش على الويب سايت باليوزر نيم والباسورد بتاعك في موقع البروكر، وتلاقي جزء كده على جنب هو ده عباره عن التداول، وتلاقي طبعا فاينانشال داشبورد فيها الديبوزيت بتاعك والويزدرو بتاعك والارباح والخسائر. بس ففضلت بقى شغال في الموضوع من 2010 لغايه دلوقتي، وطبعا بقى مريت بكل مراحل البروكرز اللي اشتغلت مع الوقت. طب انت بدأت، انت بتقول خدت دورات البروكر بعتوها، الحاجات دي انت درست فيها ايه مثلا؟ الحاجات دي درست من اول التداول، وان انا هتداول على ايه. طبعا يعني هو عرفني طبعا الاسواق الماليه عباره عن ايه. يعني قال لي الاسواق الماليه عندي الستوكس والسندات، وعندي بعد كده المعادن، وعندي السلع، وعندي CFDs اللي هي عقود الفروقات. هو كان طبعا تركيزه مينلي على عقود الفروقات، ده رقم واحد. رقم اتنين كان عرفني اللافرج، ان انا عندي من اول 1 to 1. قال لي 1 to 1 ده معنى ان انت هتحط دولار يبقى كانك بتتداول بدولار. قال لي اللافرج بقى لو 1 to 20 يبقى انت كل دولار ب 20 دولار. 1 to 20 كان لسه ما فيش الارقام بتاع دلوقتي. 1 to 30 وبعدين 1 to 50. قال لي بقى معاك من 1 ل 500. فهو قال لي طبعا كل ما انت عايز تريسك اكتر او تكسب اكتر، طبعا اما بيجي يكلمك في الجزئيه دي ما بيقولكش لو عايز تريسك اكتر، هو بيبقى دايما المدخل ان هو لو عايز تكسب اكتر. هو يقول لك كده، يقول لك تخيل كل دولار هتكسبه لو انت مختار لافرج 500 كانه 500 دولار. ما بيوضحلكش الجزئيه ان هي هتبقى ريسك 500 دولار. وزمان بقى ايام بقى الدنيا كانت على هادي خالص، الدنيا مقفوله. وبعدين ما كانش فيه برضو من عيوب اياميها ان انت خلاص انت معرفتك يا دوبك على الPDFs اللي انت قريتها. ما قدرتش بقى تسيرش. اليوتيوب طبعا كانت التشانلز او كان المحتوى بتاع اسواق المال ما كانش قوي زي دلوقتي. ما كانش فيه اصلا اي محتوى على السوشيال ميديا، سواء بقى ميتا. اصلا طبعا ما كانش حاجه اسمها ميتا، هو دوبك كان الفيسبوك. فما كنتش تقدر تشوف المعلومه او تعمل تراك للمعلومه ان كانت صح ولا لا. انت كان اخرنا كلنا احنا مثلا ممكن نخش جوجل مثلا نعمل سيرش كده على البروكر، هل هو مثلا سكام ولا هو مثلا ليجل ولا بس. لا والله. انما انا عشان افهم الديناميكيه بتاعت اسواق المال شغاله ازاي وايه الاصح، ما بتلاقيش حد ادفايزر زي دلوقتي. طبعا دي ميزه طبعا. مش ميزه قوي يعني. هقول لك على حاجه. انت بدات كده تعليم شخصي صح؟ طب خدت الحته دي استفدت منها ايه؟ يعني قول لي، حطيت بقى فلوس كويسه وعملت استثمار فعلي ولا كنت واخد الموضوع تيست؟ وكسبت وخسرت، ما اكدبش عليك يعني عشان اكون امين في الحته دي ان انا كسبت وخسرت. بس الاكسبيرينس هنا في الموضوع ان برضو ده ما كانش كافي. يعني انت بتحتاج برضو غير المعلومه اللي انت تقراها، محتاج بقى تنقح المعلومه دي، تسيرش وراها، تشوفها صح ولا تعمل لها مثلا إلابوريشن توضحها اكتر، تمشي اخرها تشوف السورس بتاع المعلومه صح ولا لا، تشوف هل في الترناتيفز للمعلومه دي ولا لا. يعني لما يقول لي مثلا من 1 ل1 او من 1 ل500 مثلا، كان يقول لي من 1 ل20 من 1 ل50، كان يقول لي البينيفيتس والعيوب بتاعت دي. الكلام ما كانش بيتقال كده، كان الكلام كله في تراك واحد. فدي كانت نقطه برضو مش كويس ان انا اسمع المعلومه في اتجاه ان حد عمال يقول لي حاجه بيقول لي مزايا فقط، ما بيقوليش الجانب اللي ممكن يأذيني.
فلازم يقول لك طبعا البروس والكونز لازم. ما هو كان لسه بقى ما فيش ما كانش فيه المشاكل اللي ظهر ما كانش لسه المشاكل ظاهره في الميدل ايست، لسه بيعتمدون ان احنا ريتيل. طب التيرنينج بوينت جت منين؟ يعني قول لي كده الحته اللي انا بدات فيها اكسب او بدات مستواي في التعليم يعلى او استفيد فعلا. بدات معايا من اول 2017. من اول 2017 لما بدأ السوشيال ميديا يبقى وجوده قوي عن 2010. بدأ يبقى فيه محتوى محترم. بدأ فيه شركات تبقى محترمة بتقدم محتوى تعليمي لغرض التعليم. وميزة المحتوى التعليمي اللي هو مش بيكون بيبيع لك خدمة وراه في الأول، هو بيقول لك كل حاجة بيفرشها لك كاملة. بيقول لك بقى الميزة بتاعتها والعيب بتاعها، فبيدي لك فرصة ان انت تشغل دماغك وبتسمع ده وبتسمع ده وبتسمع ده، بتقدر تحدد ايه الانسب لك. فانا كان بالنسبة لي 2017 لما بدأت اتفرج على محتوى تعليمي، والمحتوى التعليمي ده فهمني فعلا ان اسواق المال من اخطر مجالات الحياة. يعني لا يقل خطورة عن الطب والهندسة في ممارسته. يعني انت طبعا حضرتك مدرك ان ما ينفعش واحد مرة واحدة يبقى دكتور، قال لما يدرس ويكون هو اصلا متفوق وبعدين بيقعد يتمرن. نفس الكلام عن الهندسه، بياخد اعدادي وبعدين 4 سنين ناهيك ان هو الباك جراوند بتاعه في الثانويه العامه بقى متفوق. فعشان يقدر يمارس طب وهندسه لازم يكون انسان ذو باك جراوند تعليمي قوي جدا، وفضل مواظب على التعلم وتطبيق اللي اتعلمه، وبعد كده يتنقل الى الحاله العمليه. اسواق المال لا يقل عن الطب والهندسه والجراحه، ومع ذلك ما خدش حقه في عقول الناس ان هو يبقى كده. هي الناس كلها معتبره مجرد باي وسيل، وان انا ابص على التشارت وتحليل. لا، هو الموضوع اعمق من كده. موضوع ان انا لازم لما ادخل اسواق المال افهمها اكاديميا كويس جدا، عشان افهم انا هشتغل على ايه، وافهم الادوات الماليه اللي انا هشتغل عليها سواء كانت معادن او اسهم، ايه الهيستوريكال باك جراوند، واقدر احكم ان كان ده اسيت اقدر اخش فيه ولا لا. فالموضوع عايز تعلم. ميزه برضو اسواق المال في العصر الحديث واخر 5-6 سنين طبعا، ان انت كل بروكر بتتعاقد معاه، البروكر بيوفر لك حساب ديمو. حساب الديمو ده عامل بالظبط زي السنتين التطبيق، زي السنتين العمل اللي انت بتمارسهم مثلا في كليه طب او مثلا او مشروع التخرج. اعتبره كده. يعني كل واحد داخل اسواق المال لازم يتعامل مع اسواق المال زي الطب. انا اقعد اتعلم شويه وبعدين عندي حساب ديمو اخش عليه براس مال فيرتشوال، والراس مال ده لما احقق فيه نسبه ربح مقنعه ليا ابقى معنى كده ان انا ريدي للواقع العملي. للاسف ما حدش بيفكر من اللي بيخش في التداول بالطريقه دي. هو معاه فلوس عايز من بكره يبتدي يتداول ويسمع توصيات ده ويسمع تحليلات ده وخلاص. طب بمناسبه موضوع الديمو، انت بص انا عندي تعليق بس هو يعني راي شخصي بره اي حاجه عشان بس ما حدش يمشي وراه ان هو تب او حاجه. فكره الديمو نفسها ما بتاخدش نفس السنس بتاع السوق. مظبوط. يعني انا كنت هسألك، انت هتحط دلوقتي هل العب ديمو ولا احط فلوس صغيره اجرب بيها، او زي دلوقتي مثلا موضوع التمويل؟ على حسب الباك جراوند بتاع حضرتك. يعني لما حد يكلمني ويسالني كده هقول له حضرتك خلفيتك ايه في التداول. يعني هو لما يقول لي مثلا، يعني فعلا مثلا يقول لي ايه، يعني مثلا بيجي لي مثلا من الناس اللي بتتابعني يقول لي مثلا ايه، دكتور محمد انا اشتغلت 2-3 شهور وخسرت الفلوس اللي معايا. تمام، طيب تنصحني هاخد دلوقتي كورس ابدا بديمو تاني؟ اقول له ابدا بديمو تاني. لان انت برضه هو طبعا الجزئيه اللي حضرتك قلتها سليمه، بس الخلل في الديمو هنا ان هو مش زي السوق الواقعي. هو مشكله المتداول ان هو مش بيتعامل معاه يعني سيريسلي، هو بيتعامل معاه ان هو لعبه. هو عايز ثراء سريع. ويقول لك انا تقول له يا عم خد ديمو مثلا ب $3000 وخد برفعه مثلا من 1 ل50 على اساس ان احنا هنشتغل في الحساب الفعلي من 1 ل50. يقول لي لا انا عايز راس مال $100,000. لما انت كده بدات تنقلنا من مرحله المحاكاه للواقع الى مرحله الجيمز. هي دي النقطه. فهي فعلا طبعا اللي انت بتقوله هو بنسبه 99.9% المتداولين وهم بيتعلموا ما بيعاملوش الديمو معامله راس المال الحقيقي. بالزبط. هو بيعتبره جيم. بالزبط. هو هنا برضو العيب او الفوكس المفروض يبقى على الانستراكتور. انا هنا مش سيبك من ما هو انستراكتور ما فيش. ما انا هنتكلم على المنتور. ما هو تعالى نتكلم على عرض الوقت. شوف انت بتقول انا بدات ب PDF وحاجات بسيطه، وشوف من 2017 كمان مش من زمن. تمام. فانا دلوقتي اصلا بقى في تخوف رهيب جدا ان انا مش ورا حد. يعني انا اقول لك على حاجه، بتوع التوصيات بتوع الاكاديميات كل الناس دي يا اما بتستغل الشخص كفلوس، يا اما بتلعب معاه لعبه تاني خالص وان هي عايزه تطلع منه ايه، اي سبوبه وخلاص، او هيديله نص المعلومه وايه وما يديلوش المعلومه كامله عشان بس يحسسه او يديله الايحاء ان انا ايه اديتك هو معلومه في مقابل مادي او ايا كان او وكاله او الكلام ده. بس على ارض الواقع
هو ما بيعلموش. فانا اصلا هل ان انا انصح حد ان هو يمشي ورا حد في الزمن ده؟ لا. بقت صعبه جدا، بقت صعبه. هو فانا مثلا بقول له خلاص خش ديمو ووريني نفسك في الديمو هتعمل ايه. طبعا للاسف يعني في الحمد لله يعني الواحد عشان هو امين، في ناس كتير جدا دخلت الديمو وبعد اسبوعين 3 قال لك مش بتاعي، وفي ناس دخلت نجحت في الديمو وقدرت تنجح في الفعل. ليه؟ لان هو اتعامل مع الديمو بغض النظر عن حته راس المال. هو اتعامل مع الديمو ان هو هيابلاي عليه الاستراتيجيات اللي هو بيتعلمها. يعني هو مش واخد الديمو، هو بيفكر صح، هو فاهم الموضوع. انا هعمل الديمو مش عشان الاقي $3000 3300، ما هم $300 اللي انا كسبتهم دول مش بتوعي. انا بس بدخل الديمو عشان اتست اللي انا هتعلمه يمشي ولا لا، واشوف نفسي هعرف التزم ولا لا، واشوف نفسي حللت القاع والمقاومه وخط الاتجاه صح ولا لا. هو عشان يقيس انضباطه. هي دي النقطه. اسواق المال بالذات صعبه جدا لانها عايزه انضباط، وللاسف عدم دخول الناس للتعلم ثم الدمو ويخش على طول على السوق ده بيخلي تقريبا، دي احصائيه عالميه، فوق ال 95% من المتداولين بيبقوا اوت بره السوق في اول شهرين 3. ده حاجه طبعا، دي حاجه انا هنا ما بتكلمش عن انا بتكلم عن دي احصائيه عالميه ايا كان الناشوناليتي بتاعت المتداول. ما هو ده اللي طمع الشركات. يعني خد بالك، هو ده اللي خلى في فكره 3 شهور البي بوك دي، ان الشركات ما بتدخلش الشخص على السوق الحقيقي اول 3 شهور بسبب الموضوع ده، بسبب ان هم عارفين ان 95% من الناس بتخسر. صح. طب انت مش بعد موضوع التعليم وان انت بدات تدخل في الموضوع ده ككارير، قول لي بقى وصلت فيه لفين؟ يعني ايه الوضع دلوقتي من 2017؟ دلوقتي بنعمل ايه الخدمات اللي انت بتقدمها حاليا؟ انا رئيس اكاديميه ايمنتو. دي اكاديميه في اسكندريه بتدرس او بتدرس 4 تراكات من ضمنهم اسواق المال. حاليا احنا وقعنا عقد شراكه مع التيك توك. حلو جدا. ما شاء الله. تيك توك بارتنر يعني، والمفروض الله يكرمك الله يبارك فيك. وعندي المفروض تدريب مع التيك توك في التجمع كمان اسبوعين تقريبا. المفروض ان انا بقى همرن صناع المحتوى في اي مجال، سواء اسواق مال او اي محتوى. طبيعه المحتوى في اسكندريه انا اللي همرنهم على عمليه صنع المحتوى من A to Z، يعني من اول الفكره لغايه التطبيق، لغايه ان هو يبقى مصدر دخل بالنسبه له. لان طبعا للاسف الناس يعني بتلاقي الناس اشكال مختلفه في عمليه تعاملها مع صناعه المحتوى. تبقى ممكن تلاقي واحد مثلا بيعمل محتوى بقاله فتره وهو مش عارف هو عايز يعمل منه ايه او ايه الغرض ان هو يعمله. فالحمد لله كل ده بتمرن عليه مع التيك توك. حاليا بيمرنوني دلوقتي كده فيرتشوال زوم كده مره كل اسبوع لغايه ما احلم في التجمع، لان طبعا ده بروسيس كامله. فان شاء الله ناوي انقل التجربه بتاعت اسواق المال وصناعه المحتوى للموضوع ده. حلو قوي موضوع صناعه المحتوى في مجال زي ده. انت ما شاء الله انك ناجح في الموضوع ده اورجانيك. الحمد لله بقى لي حوالي في تقريبا سنه وشويه بس والله. يعني انا بصنع محتوى في الكابيتال ماركتس بقى لي سنه وشويه. الحمد لله. توتال الفولورز دخل في حوالي 120,000 ما بين مجموعه ميتا وما بين اليوتيوب وما بين التيك توك. ويعني انا بصراحه بالنسبه لي شيق. هو طبعا لان طبعا الكابيتال ماركتس ميزتها ان المحتوى على طول، انت كل يوم في جديد، كل يوم على مدار ال 24 ساعه عندك اخبار الاسواق على طول متعاقبه ما بين بقى السوق الاسترالي ثم الصيني ثم الاوروبي ثم الامريكي. فبتلاقي على طول الموضوع دسم يعني، فعلى طول بيبقى فيه افكار ولاده. السوق على طول بيدينا افكار والسوق دايما مثير يعني. انت وصلت للتيك توك ازاي؟ قول لي يعني انت عملت ايه على التيك توك خلى بتوع التيك توك يكلموك؟ هم بيختاروا من كل محافظة. يعني هم مثلا لما جم عملوا مقر في مصر، يعني انا عارف ان هم عاملين في المينا ريجن فرعين، فرع في دبي وفرع في التجمع. مظبوط. لما جم مصر هم قالوا هيمسكوا كل محافظة من محافظات مصر، هيمسكوا مثلا 3-4 مجالات، وليكن مثلا الترفيه، الطبخ، مثلا الاغاني، اسواق المال مثلا في محافظة اسكندرية. ويشوفوا كل واحد ابرز واحد في دول في كل محافظه، يجيبوه يبتدوا يعرضوا عليه البارتنرشيب بتاعت التيك توك. فهم اللي كلموني المكتب بتاع التيك توك في انجلترا، شاب عربي تقريبا سوري او لبناني، هو الشامي على ما اتذكر، وهو اللي عرض عليا الموضوع. قال لي بس احنا هنعوز نظبط الفورمه شويه، وانا مشيت على كده فعلا. قلت له ازاي يعني حضرتك قصدك ايه يعني؟ قال لي لا، قال لي تبقى فورمال تيك توك بارتنر. قلت له طب تمام، يبقى ازاي؟ قال لي حضرتك هتعمل بطاقه ضريبيه وسجل تجاري وحساب شركه في وده اللي عملته. يعني عملت فعلا سجل تجاري في الهيئه العامه للاستثمار عندنا في اسكندريه باسم ايمنتو الاكاديميه بتاعتنا. وعملت ان انا هيبقى فيها تدريب على صناعه المحتوى وكل بقى المحتوى الالكتروني كله والتسويق، لان طبعا صناعه المحتوى دي بتيجي من اول الفاليديشن بتاعت الايديا لغايه التسويق. يعني لما بتعمل محتوى انت بتعمله، وبعد ما بتعمله بتبقى كمان مركز ان انت تماركته.
فانت يعني انت حتى ككونتنت كريتور انت بتتعلم حاجات كتير جدا. يعني عمليه صنع المحتوى ان انا اعمل فاليديت للايديا، الفكره دي الناس عايزاها ولا لا، ايه المشكله اللي بتحلها للناس، دي المرحله الاولى. بعدين بتقول تمام انا في مشكله كده معينه والحل بتاع المشكله دي عندي. فابتدي اشتغل افوكس ان المحتوى ده يبقى على الجزئيه دي، وبعدين ابتدي اروح للاودينس. فانا عشان اروح للاودينس صح لازم اكون دارس برضو ديجيتال ماركتنج كويس. انا طبعا اللي ساعدني في الموضوع ان انا كان معايا بروفيشنال ديجيتال ماركتنج دبلومه من وزاره الاتصالات والمعلومات في 2021، فدي برضو ساعدتني في الموضوع شويه. فبقى مكمل في الموضوع رسمي. فقال لي تعمل سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. قال لي والمقر بتاع الاكاديميه هيبقى عليه البانر، وهيبقى كانك تيك توك بارتنر، كانك وكيل التيك توك في الاسكندريه، وتبتدي بقى تمرن صناع المحتوى عندك في الأكاديمية وتديهم سيرتيفيكتس، واحنا هيبقوا تحت الوكالة بتاعتك. يعني ده كده تيك توك ولا هو بيزنس خاص بيك؟ لا ده كده تيك توك مع البيزنس ده. طب ادينا تيبس بقى في الحتة دي. تعالى نتكلم على موضوع صناعة المحتوى مثلا. انت في أسواق المال اديني بقى الموديل ماشي ازاي؟ والله الموديل ماشي. انا برضو يعني انا هقول لك الموديل، انا برضو حدي نصيحه لاي شاب حابب المجال ده. يعني في شباب كتير جدا حابين موضوع التداول وهم لسه في مرحله الكليه مثلا، يعني حابب التداول وشايف بقى الارباح اللي بتطلع من التداول ولسه معهوش فلوس وبيبص للموضوع. فانا شايف ان هو ممكن يخش في الموضوع بتاع صناعه المحتوى ده، ان هو يبتدي مثلا يتكلم عن اسواق المال. يعني يبتدي الاول، انت عشان تعمل محتوى في اسواق المال او اي محتوى في اي مجال عموما لازم تختار بلاتفورم واحده او اتنين بالكتير. دي رقم واحد. رقم 2 تبقى انت مختار شكل من 3 اشكال للمحتوى. في ناس بتكتب بوستس بس، يعني في ناس بتكتب بوستس بس وعامله بسم الله ما شاء الله مقالات وعامله ريتش محترم. بس طبعا هنا انت هتشتغل على بلاتفورمز معينه. يعني انا لو هكتب بوست هشتغل على الفيسبوك بس وعلى ثريدز وعلى مثلا اكس. مش هقدر اطلع ولا على التيك توك ولا على اليوتيوب ولا على مثلا انستجرام مثلا. ده محتاج فيديوز اكتر. بالظبط كده. ففي واحد مثلا يقول لك انا هبدا الاول اجس الفتره بتاعه صناعه المحتوى بتاعي انا في اسواق المال، المعلومات اللي عمال اتعلمها واحده واحده في صوره مقالات مكتوبه، لان فعلا دي اقل اشكال المحتوى تكلفه ورهبه وسهله. بس خد بالك موضوع المحتوى ده محتاج ناس اهل خبره، يعني مش اي حد يطلع طبعا يعمل. لا ما اقول لك صح مظبوط. هو في ناس بتعمل حاجه ظريفه ان هو بيبتدي هتخلي ام احمد اللي قاعده في البيت بتعمل محتوى. لا اقول لك حاجه، هو اقول لك حاجه، ممكن عمليه صنع المحتوى تبدا مع الواحد في شغفه بموضوع ما. هو اول لما يبتدي يتعلمه يبتدي اللي بيتعلمه يشيره مع الناس، ما فيش حاجه. ما انا بكلمك في الحته دي كبزنس. لا انا بتكلم في الحته دي كبزنس بلان. يعني انا مثلا حد عندي القدره ان انا اعمل ده، ايه الستبس زي ما انت قلت كده. انا هبدا اقسم مثلا الفيسبوك للحته دي، الانستجرام الحته دي، صح كده؟ ايه تاني؟ يبقى انا دلوقتي هبتدي اعمل المحتوى بتاعي الاول في الشكل السهل اللي هو مش هيكلفني حاجه ولا رهبه وهيبقى عمليه نشر سريعه. الشكل المكتوب برضه لازالت المقالات والشكل المكتوب لسه برضه ليها ناسها. يعني اي نعم احنا عارفين طبعا ان الفيديوز والريلز والبودكاست هم دلوقتي واكلين الترند العام، بس ده ما يمنعش ان الناس اللي بتكتب مقالات عادي. بقعد اقرا مثلا بوست على الفيسبوك لحد مثلا كاتب في الكوره والاقي مثلا البوست مثلا 60,000 لايك وبتاع وكلمات. فتمام. فانا شايف ان اي حد يبتدي يعمل كده يطلع الاول المحتوى بتاعه في صوره مكتوبه بس فتره من شهر ل3 على الاقل، صح. وبعدين لازم لما المحتوى يبقى مكتوب بيحتاج مجهود شويه. يعني محتاج بقى يبقى النشر كتير شويه. يعني عشان انا مثلا راجل كريلز مثلا ممكن دلوقتي كنت في الاول بعمل 3 ريل في اليوم، وقعدت فتره اعمل كل يوم 5-6 ريل. يعني قعدت فتره مثلا من سنه لما كنت يعني بركز مع المتداولين قوي. باجي مثلا في السوق الاسترالي انا شخص مثلا بنام قليل، فممكن اقوم مثلا الساعه 3 الفجر مثلا بتوقيت جرينتش. 3 الفجر بتوقيت جرينتش ده مثلا بيبقى السوق الصيني لسه بادئ وبدأ معاه الاسترالي، فابتدي اعمل ريل في اول السوق. بعد 3 ساعات كل سوق من دول طبعا مدته 8 ساعات فببتدي او 9 ساعات، فببتدي اعمل مع كل 4 اقسم المحتوى بتاعي على الشمعات. فاقول في ال4 ساعات الاخرانيين مثلا حصل كذا، احنا عندنا ترند كذا. فطبعا عشان انا كنت طبيعه المحتوى او طبيعه المحتوى بيزد على مجال هو اوريدي فيه فلكتويشن عاليه وشغال طول اليوم. طبعا حد بقى مثلا بيعمل محتوى رياضي، بيعمل محتوى، وحد بيعمل محتوى طبخ، الموضوع انا هيختلف عني انا طبعا. بص موضوع المحتوى احنا كل دلوقتي بقى بيعمل محتوى. يعني المشكله كمان مش عندي ان احنا ننصح الناس انها تعمل محتوى، مشكلتي ان في محتوى كتير قوي مش كويس. يعني بالذات يخص التداول زي وزي اي حاجه، الاغلبيه دايما مش كويسه، طبيعي سنه الحياه يعني. تمام. بس فكره المحتوى نفسها في بندين، ازاي نفرق
يعني ازاي نعمل محتوى فاليد فعلا. ايه السيكونس، ايه السكريبت بتاعه، ايه البادي بتاعه، ايه الحاجه اللي تبين ان ده محتوى كويس وفعلا ناجح، وايه المحتوى اللي ما ينفعش هتفرج عليه، اللي ممكن يبقى نصب او ممكن يبقى غلط او ممكن يبقى مضلل. سؤال جميل جدا، وانا هجاوب عليه كأن انا ما عنديش اي خبرة في اسواق المال وعايز ادخل المجال ده. حلو. يعني انا دلوقتي قاعد كمشاهد عادي، ما عنديش اي اكسبيرينس في اي مجال وعايز ادخل اسواق المال. هبص على نوعيتين فيديوهات قدامي. لما هلاقي المحتوى اللي قدامي بيطلع بصفة مستمرة او بيظهر لي بصفة مستمرة وبيقعد يديني نصايح انا بعقلها بدون ما احس ان انا كمشاهد ان هو بيبيع عليا حاجة، هبتدي انا كمشاهد عادي ما عنديش اي خبره اهو هحكم ان ده محتوى جيد. لما ليه عمال يقول لي مزايا ومساوئ، عيوب ومزايا، وعمال يتكلم بصفه عامه مش بيتارجتني ولا بيوجهني لحاجه معينه. أوكي. لما الاقي انا كمشاهد عادي المحتوى ده او صاحب المحتوى ده عمال ينصحني كل يوم وهو مش بياخد مني حاجه ولا بيوجهني ان انا اشترك في كذا ولا انضم القناه كذا ولا ادفع كذا ولا اشتري كذا، هبتدي انا اخد بالي ان ده محتوى جيد. لما الاقي بقى ساعات كنت ادخل كده اتفرج الاقي وهو لسه في اول الحلقه او في اول الريل اللي بيتكلم فيها هو بينصحني ان انا اضغط على الرابط اللي في البايو والاقي بقى عرض بدل مش عارف $50 خد ادفع $10 وهكذا. انت بتتكلم على بتوع الوكالات؟ بتكلم عموما على اي محتوى في اي حاجه. ما هو كل محتوى بيوجه، ما عشان نتكلم يعني قليل قوي اللي ما بيديش حاجه. بص اقول لك حاجه، يعني انا مثلا من الحاجات اللي اتعلمتها في رحله صناعه المحتوى ان انا لازم اول ابيلد تراست، ابني ثقه مع الاودينس، لان فعلا دي هي دي الاسيت بتاعت اي صانع محتوى. يعني انا كصانع محتوى حاليا في اسواق المال انا يهمني ثقه الناس فيا، هو ده اكبر اصل عندي، هو ده المكسب. وهو ده يعني انا المتابع اللي بيخش عليا يصبح عليا كل يوم صباح الخير يا دكتور محمد زي حضرتك، انا المتابع ده انا بنيت معاه علاقه ما اقدرش ابيعه لاي حاجه ولا بتاع. وانس ان انا هرشح له حاجه هتبقى الحاجه دي محترمه والحاجه دي فيها فايده فعلا ليه. يعني انت بتتكلم في نقطه ان انا ما ينفعش اوجه اصلا في البدايه طول ما انا بصنع محتوى او بدي محتوى، ما ينفعش الشخص ده يوجه على اي حاجه فيها مكسب ليه. صح؟ ده في علم صناعه المحتوى وتفر بقى المجال. بتكلم في رياضه، بتكلم في طبخ، بتكلم في ازياء، بتكلم في اسواق مال. لما انا ابتدي اتكلم في محتوى، انا دلوقتي راجل لسه 0 فولورز واول جيل بطلعه كمحتوى، ما ينفعش من اول مره الناس لسه بتشوفني. لازم الاول يبقى في ريليشن شيب كده وكونسيستنسي ظاهره من 6 شهور ل9 شهور، ابتدي اعمل ريليشن مع الناس. وبعد كده لما الناس دي انا ابتدي احس ان دي وثقت فيا واعدادي في ازدياد، ابتدي بقى ارشح حاجه، ابيع حاجه. ده كده ما ينفعش من اول يوم ابتدي ابيع وابتدي ازاي. ما خد بالك انت بتخبط في 99% من الناس دلوقتي. سوينا كله كده، كله بيعمل كده، كله بيبقى شايف ان هو المكسب. برضه على فكره حتى انا نفس المشكله بالنسبه لي. بعض الافراد اللي هم ناس ممكن تبقى كبيره في السوق او قديمه بيبقى برضه مستعجل على النقطه دي، بيبقى شايف ان هو هيبيع باسمه او هيبيع بشكله او هيبيع بالانفو اللي بيقولها. احنا متفقين ان يعني ان انا ابيع للجمهور ده حق مشروع وحق طبيعي. وانا برضه اكيد انا كدكتور محمد لما عملت صناعه محتوى انا عارف ان هو هيبقى في يوم من الايام هو مصدر دخلي الاساسي. ده كده انا ما بنكرش دي. حلو. بس انا بتكلم في الظهور بتاع النقطه دي. يعني هي عمليه بتمشي بترتيبه معينه صناعه المحتوى عشان تبتدي تجيب ثمارها. انا هنا ما اجي اتكلم على محتوى بقى واحد مثلا يقول لي طب انا هعمل متجر الكتروني، لا انا وضعي يختلف. هنا لما تعمل متجر الكتروني وبتعرض فيه موبايل ولا بتعرض فيه اي حاجه تبيعها، حته الثقه دي خلاص هو المنتج بيع نفسه. انا بتكلم على المنتجات او على نوعيه المحتوى اللي بيرشح للناس حاجه سيرفيس. بالظبط، هو بيديله سيرفيس معينه او بيفتح مداركه لحاجه معينه. زي ما جالنا اسواق المال بيجي لك ناس من بره ما هي ما دخلتش اسواق المال فجاي هو ماشي تحت ضلك، فانا لازم الاول اخده كده واحده واحده واعلمه واشوف هو الاول اخباره ايه. حتى انا حاليا عامل مثلا كورس فري، يعني انا عامل مثلا قناه تليجرام كورس عليها فري لاي حد عايز يفهم ايه اسواق المال وهيتداول على ايه وبيتداول بكام وهيعمل ازاي ايداع بالدولار وهو في مصر. يعني بشرح له كل القصص دي فور فري، لان انا برضو عايز الاول اوعيه. لان انا لما يبقى العميل بتاعي فاهم، انا بعد كده مكاسبي منه خلاص. غير ما اجيب واحد يبقى هو مش فاهم حاجه هو يتاذى وانا ما اكسبش منه اي حاجه. بالظبط. طب بص، صناعه المحتوى عموما في المجال ده فيها مشكلتين.
المشكله الاولى زي ما انت قلت اللي هي حته المكسب السريع، او ان انا محتاج ان انا ما اخدش فلوس. بس خلينا نمسك الحته دي الاول. فكره ان انا ابقى غير ربحي في الاول، انت شايف ان ده شرط اساسي لو انا هعمل محتوى ليه علاقه بالبيزنس او الفاينانس عموما؟ بقى ربحي بس ما طولش قوي عشان اكون صريح. انت قلت من لانها 6 لو ل 9 طولت شهور. لانها لو طولت عن كده خلاص انت الموتيفز عندك للشغلانه هتضيع. يعني انا اي حد بيصنع محتوى هو بيبقى مدي لنفسه ماكسيمم سنه، ويبتدي بعد السنه يبتدي يجي له ايراد من الشغل. طبعا الايراد بيتعاظم او بيكبر مع الوقت، اوكي. انما لازم مش اقل من 9 شهور لسنه ويبتدي يجي له فلوس او مصدر دخل من المحتوى بتاعه. في ناس على فكره، هو زي ما قلت لك قبل كده، في ناس ناجحه جدا ومع ذلك هي ما بتقدمش حاجه. ممكن تبقى سارقه المحتوى ده او جايباه من حد، او هو مثلا وارد. بينقل الكلام. وارد. فاهم قصدي؟ طب وارد. دي حلها انت شايف ان احنا نعمل ايه؟ والله حلها جهات الرقابيه بقى. الجهات الرقابيه اه زي ايه مثلا؟ يعني زي ويكي اف اكس مثلا. انا ماشي. مثلا انا مثلا يعني مثلا ايه، انا كراجل مثلا بره، لو انا راجل في السوق وحد مثلا يعني بيحصل كده بيكلمني الناس مثلا، كان من فتره يقول لي ترشح لي بروكر ايه، اقول له حضرتك مثلا انا مش لازم انا ارشح لك بنفسي، انا هحطك في مكان، المكان ده هيبقى المرآة بتاعتك على السوق كله. لان برضو ان انت يبقى عندك فيجن على اي حاجه انت داخلها كلها، دي حاجه ريكومندد ايا كان المجال اللي داخله. برضو انا حلو. راجل مثلا عايز اعمل اشتراك في حاجه او عايز اخش اسواق المال وبتاع، يفضل ان انا اخد نظره شامله على الماركت كله. من مزايا ويكي اف اكس ان هو بيدي لك النظره الشامله دي كلها على الماركت، بتشوف بقى ريفيوهات، بتشوف ريتنج، بتشوف كذا وكذا وكذا، وبتشوف لان فعلا في كتير بروكرز كتير جدا هو بيبيع لك خدمه معينه، او هو خلاص هو البروكر، بس في نفس الوقت برضه عامل ويب سايت محترم، وعامل لك جوه الويب سايت ده عامل لك مثلا قسم تعليمي، يقول لك مثلا دي دورات، وبتبقى اي حد يعمل ديبوزيت عند البروكر ده بيخليك تجوين اي دوره من دول عشان يضمن ان انت تتثقف في اسواق المال. لان برضو عايز انقل برضو نقطه للناس، لان الناس اللي من بره السوق او الناس اللي هي عايزه تخش مجال التداول بيبقى عندها دايما بانيك من البروكرز، يقول لك هو هيسرق فلوسي، هو طمعان مثلا في $50 بتوعي، هو طمعان في $100 بتوعي. هو مش واخد باله من حاجه، ان انت كمتداول لما تخش مع بروكر ويبقى عمرك طويل معاه هو بيكسب. هو البروكر بيكسب من الديلز اللي انت بتفتحها. كل ما انت تعمل ديلز وعمرك في السوق اطول هو بيكسب منك. فهو من مصلحته كبروكر ان انت لما تخش عنده بدل ما تقعد عنده اسبوع وتخسر فلوسك وتطلع وهو يبقى خلاص خسرك، هو مصلحته تفضل انت معاه 6 شهور، في سنه، في سنتين، راس مالك عمال يكبر، لان هو النسبه بتاعته او البيزنس بتاعه بيكبر. ده بعيدا عن ان اصلا الشركات نفسها عامله مشاكل قوي في الحته دي حتى مع بتوع المحتوى. يعني خد بالك، انا برضو عندي مشكله ان الشركات نفسها ما بتعملش محتوى. الشركات محتواها الناس، عارف انت، محتواها حد هو اللي بيقدم سيرفيس عنده اودينس، بس هي ما بتقدمش محتوى. انت شايف دي ازاي؟ والله تبقى يعني مش عايز اقول، هي طبعا حسب الموديل بتاع كل شركه. يعني في شركات يقول لك مثلا ايه، انا هعمل موقع تعليمي، الموقع التعليمي ده مثلا حط فيه 3 كورسات عن التداول متدرجين في المستوى، مبتدئ متوسط محترف مثلا. في واحد يقول لك، يجي مثلا بيزنس موديل تاني يقول لك لا، طب ما انا بدل ما اعمل كده، طب ما انا اتعاقد مثلا مع انفلونسر هو يعلم الناس وخلاص مثلا. فهي دي النقطة دي نسبية. فأنا برضو شايف إن يعني طبعا إحنا كصناع محتوى وخصوصا في أسواق المال إحنا علينا أمانة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا. عشان كده لما حد بيجي يسألني وأنا برشح له حاجة بقول له برضو ما تاخدش رأيي 100% شو، برضو اسمع مني واسمع من غيري وسيرش بنفسك. وهنا تيجي أهمية الجهات الرقابية زي ويكي اف اكس وكده. قول لي بقى، دي ايه رأيك في ويكي اف اكس بجد بعيدا عن اي حاجة؟ هي طبعا هي ميزتها ان هي بتعمل ريجوليتنج للسوق، هي بتنظم السوق. دي حاجه برضو مهمه، ان انا ابتدي اشوف كل بروكر نوعيه الرخص بتاعته ماشيه ازاي. اوكي. ابتدي اشوف كل بروكر الناس بتقيمه ازاي وبتحكي الاكسبيرينس بتاعتها في السحب والايداع ازاي. لان برضو خلي بالك يعني كان من ضمن النقط اللي بتواجه المتداولين على مستوى المينا ريجن طبعا ان ممكن شروط السحب والايداع في مصر تختلف عن شروط السحب والايداع في العراق، تختلف عن شروط السحب والايداع في سوريا، عن شروط السحب في دبي. فميزه ويكي اف اكس انها جايبه كله. فانت بتقدر انت سواء انت في اي منطقه في الوطن العربي تقدر تلاقي من خلال ويكي اف اكس البروكر الملائم للمكان او المنطقه اللي انت مقيم فيها. دي النقطه الاهم، حته الاقامه. لان طبعا مثلا السوريين لما بيروحوا يقعدوا مثلا في دبي او ابو ظبي ويتداول
ما عندوش اي مشكله، لان هو خلاص هو بيعمل فيريفيكيشن للاكونت بتاعه بمحل الاقامه بتاعه في دبي او ابو ظبي بغض النظر عن الناشوناليتي، والدنيا بتمشي. انما هو لو قاعد مثلا في سوريا او مثلا في السودان او مثلا بيبقى في مشاكل. بس خد بالك السوريين نفسهم في مشكله. انا اعرف كم معلومه في النقطه دي بالذات، لو حتى هفيد بيها حد. السوري دايما لازم يبقى معاه اقامه، ومن غير اقامه ما بيعرفش يفتح حسابات ابدا الا في شركات معروفه بتاعت الصابح. طبعا الشركات بتستغل ده برضه. انا اتوصلت، كان عندي مجموعه كبيره جدا من الطلبه تشرفت بيهم السوريين. كان في مثلا سوريين مقيمين مثلا في هولندا، دول كانت عندهم الدنيا جميله جدا وكانوا شغالين مع بروكر معين مشهور، كان تمام. السوريين مثلا اللي قاعدين في تركيا عندهم مشاكل، لان الحكومه التركيه مخنقه عليهم في موضوع الاقامه والكارت البنك يعني طلبه معايا كانوا كتير جدا سوريين وقاعدين في تركيا، واخد معايا الكورس، وهو بياخد معايا الكورس من اول لما بيتعاقد معايا على الكورس وكده يقول لي انا مش هتداول دلوقتي، انا بس حابب ابقى مع حضرتك. يقول لي مش عارف يفتح حساب. بالظبط كده، يقول لي لغايه بس اما اتنقل على مش عارف ايه وهكذا. فهي دي النقطه. فميزه برضه ويكي اف اكس ان انت برضه هي مديالك يعني ايه زي نظره على السوق كله، ودي حاجه مهمه جدا. بس فانا بنصح برضه ان اي حد بره السوق وعايز يدخل السوق ده برضه يستعين بويكي اف اكس، يبتدي يفهم مين اللي موجود في السوق، واللي موجود ده معاه رخصه ايه، وده معاه رخصه ايه، وده معاه رخصه ايه. من خلال ويكي اف اكس هيقدر يعرف كل ده، هيشوف الناس تجاربهم في السحب والإيداع ماشيه ازاي وهكذا. انت عارف برضو ان في ويكي اف اكس نفسها بتدي برضو كونتنت، وعندها نفس الستايل ده كبلاتفورم. انت ايه رايك في ده؟ جربت شفت الشغل بتاع ويكي اف اكس كلايف سيشنز او ارتكلز او الحاجات دي؟ شفته كارتكلز، ودي حاجه كانت غطت نيد عندنا في الوطن العربي. يعني لان طبعا يعني زي ما انا كنت بقول لك ان الفتره اللي من 2010 ل 2015 كان المحتوى الغالب هو المحتوى المكتوب. كان ده المحتوى الغالب، ما كانش بقى فكره الفيديوهات المتسجله موجوده ولا بتاع. بس برضه ستيل في ناس كبيره انا بديها عندها 50 و52 اللي انا عايز احب اقعد اقرا كده بالراحه في ناس كده. ايوه يعني هو في ناس كده. فميزه ويكي اف اكس ان هو بيوفر مقالات وبيوفر لايف سيشنز، ان هو كده هنا بيخاطب الجمهور بتاع اللي بيحب ده. فدي طبعا ميزه طبعا، وما يقدرش عليها الا شركه عملاقه زي ويكي اف اكس. انت عندك تعليق في ويكي اف اكس في حاجه محتاجه تعملها او تعليق شخصي؟ والله محتاج البريزنس يبقى اقوى من كده شويه. عايز بريزنس هنعمل كده. لا انا هتكلم بصراحه، يعني عايز البريزنس يبقى اقوى من كده شويه. ازاي؟ قول لي كده كتبس. والله يعني كتبس مثلا يبقى في كونتنت كريشن خاص بويكي اف اكس، كونتنت كريشن اون ديلي بلاش اون ديلي بيزس، لان يعني بلاش اون ديلي بيزس. بتتكلم عن الفيديوز ولا بيتكلم عن حاجه عن فيديوز مثلا اون ويكلي بيزس، مثلا زي مثلا ماركت اناليسيس، ماركت ترند، مثلا في اوريدي ده موجود على فكره. بس برضه مش يعني مش منتظم قوي، صح؟ ممكن يعني بس هو يعني بيبقى عن طريق اللايف سيشنز احيانا، ممكن يبقى عن طريق مقالات زي ما انت قلت، بس هو ده موجود واحنا بنحاول نشتغل على النقطه دي كمان. فيعني النقطه دي لان انتوا برضه يعني الحمد لله انتوا متواجدين في حته تقريبا ما فيش زيكم متواجد فيها بالظبط. فدي برضه مدياكوا ادفانتج ومدياكوا ميزه ومدياكوا تفضيل عند ناس كتير جدا. يعني خلاص حتى في ناس بقت من الاودينس بتاعي لما بقول له على يقول لي تمام انا فهمت نوعيه البروكرز واخد نظره عن السوق قبل ما يدخل السوق كمتداول او كمبتدئ، بلاش على المتداول، لان هو من خلال ويكي اف اكس، ودي نقطه قوه تحسب لكم بصراحه. يعني ان انتوا غطيتوا نيد عند الناس، ان قبل كده ما كانش الناس او التارجت اودينس ما كانش عنده اي بص على السوق من خلال اي حد، ما فيش الا بروكر. فلما يلاقي جهه رقابيه زي دي هي تتميز بالحياديه والشفافيه، فدي بالنسبه لكم نقطه قوه. انتوا شايف طيب ان ويكي اف اكس هي الوحيده اللي بتعمل ده ولا في حد تاني؟ حاليا ما فيش، انا ما شفتش حد لا ما فيش حد. لا دي ميزه ولا عيب؟ عشان في ناس بتقول ان الويكي اف اكس انها بتلعب في الحته دي لوحدها، فهي اللي بتظبط الريتس لا بالعكس، هي مش عيب، هي ميزه، لان هو زي ما بقول لحضرتك هو سد ماركت جاب او ماركت نيد عند الناس. يعني انا مثلا كان قبل كده كانوا مثلا يخشوا على مثلا كان في ولا زال موجود تراست بايلوت مثلا، بس مثلا تراست بايلوت يتعلق فيما يخص السحب والايداع فقط. في حته الريجوليشنز والكلام ده كله تراست بايلوت انتوا اقوى من تراست بايلوت بالظبط. فلا انا شايف ان ويكي اف اكس بيخاطب الجمهور العربي اكتر من تراست بايلوت. مظبوط. انت محمد انا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، وان شاء الله اشوفك دايما على خير يا رب. انا مبسوط جدا ان انا اتشرفت وتسلم على الحلقه الجميله دي. بعد ما عندنا ربنا يكرمك.